ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال كده. النهارده ان شاء الله هنعمل الرز المعمر باللحمه. طريقه حلوه جدا جدا، عليه طبقه كريميه جميله. اللحمه مستويه، الرز مفلفل كده زي ما انتوا شايفين، مش معجن خالص. حلوه جدا جدا. الرز المعمر من الحاجات اللي اي حد بيحبه، فلازم يتعمل بطريقه مظبوطه. هنا اول حاجة احنا هنسوي اللحمة. حلة كده على النار، عليها حطينا معلقتين زيت كده، 3 فصوص حبهان، ونشوح الحبهان كده في الزيت عشان يطلع ريحته كده. نضيف بقى اللحمة، والحبهان هنا بيدي ريحة كده حلوة للحمة قوي. اللحمة لازم نسويها سوا كامل قبل ما نحطها في الرز المعمر. ما ينفعش نخليها نص سوا او مش مستوية، لا مش هتستوى خالص، لازم تكون مستوية سوا كامل. هنا انا حطيت مكعب مرق دجاج وملح وفلفل بس كده. يبقى مكعب مرق دجاج وملح وفلفل و3 فصوص حبهان في الاول كده، وشوحت فيهم اللحمة كويس جدا كده زي ما انتوا شايفين. نشوح اللحمة كويس قوي قوي قوي، وده بيخلي اللحمة ريحتها حلوة في الاخر. تمام، حلو جدا. خلاص كده اللحمة اتشوحت وبقت حلوة ولونها كويس. هنضيف بقى عليها بصلاية كده متقطعة جوانح. تمام زي ما انتوا شايفين كده. تقليبة بقى كده، يتقلبوا كده مع بعض. تمام، نسيبها كده ايه مع البصل كده شوية كده، وبعدين هنحط بقى عليها المية المغلية. نسيبها بقى لحد ما تستوى خالص خالص. نوطي بقى عليها النار شوية، ونسيبها تستوى سوا كامل. تمام، خلاص نركنها بقى كده ايه على جنب لحد ما تستوى خالص. لو عايزت منك ميه ضيفي لها ميه، مفيش مشكله. ده بقى الطاجن اللي انا هحط فيه الرز. دول 3 كوب رز. هنا حطيت اول طبقه كده، اول طبقه من الرز. تمام، نضيف بقى عليها اللحمه دي. اللحمه بعد ما استوت شايفين لونها جميل جدا جدا ومستويه سوا كامل. ال3 كوب رز اخدوا مني بالظبط 3 كوب لبن وكوباية مية بس كده. 3 كوب رز بياخدوا 3 كوب لبن وكوباية مية. خلاص هنا انا حطيت اللحمة. نحط بقى الطبقة التانية من الرز على اللحمة. تمام زي ما انتوا شايفين كده، غطيت اللحمة بالرز. الرز ده انا غسلاه ومصفيه عادي جدا. هنا بقى ده اللبن، وحاطه في اللبن معلقه ملح وفلفل اسمر بس كده. دي بقى قشطه كده، قشطه بلدي على الوش بقى كده، لان القشطه دي بتخلي الوش يتحمر كده ويبقى جميل قوي، وبدي الطبقه الكريميه كده في الاخر. تمام، هنا دي زبدية واحده بس، قلبناها كده ونحطها برضو كده على الوش. بتدي طعم بجد حلو قوي قوي. جربوه بالطريقة دي وان شاء الله هيعجبكم. خلاص انا ضفت هنا كل كمية الزبادي على الوش بقى كده في الاخر. دي معلقة سمنة بلدي كده، احط قطعة كده على الوش كده زي ما انتوا شايفين. تمام، حلو جدا. هدخله بقى الفرن، لازم يتحمر الوش اهو. تمام زي ما انتوا شايفين كده، انا حطاه فوق تحت الشواية. شايفين وشه اتحمر وبقى جميل جدا. بعد ما اتحمر كده بالشكل ده، هنزله في الرف الاوسط على درجة حرارة 150. بيقعد حوالي 20 دقيقة. طلع بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. يبقى اول حاجة شغلت الشواية من عليه، اتحمر وشه كويس جدا، حطيته في الرف الاوسط
على درجة حرارة 150. قعد 20 دقيقة بالظبط لحد ما استوى كده زي ما انتوا شايفين. طالع جميل جدا جدا جدا. الرز مفلفل، كل حاجة حلوة قوي قوي، والطبقة الكريمية لسه زي ما هي، زي ما انتوا شايفين كده حلوة قوي، واللحمة مستوية، كل حاجة تمام. بلاش تسيبيه كتير في الفرن عشان ما يتحرقش منك كده. بجد حلوة قوي قوي. شايفين الطبقة اللي فوق؟ جميل قوي قوي، جربوه وان شاء الله هيعجبكم. بجد كان طعمه حلو قوي قوي، يعني انا قاعده اكل منه دلوقتي. شايفين حلو قوي، مفيش مش محروق من تحت او حاجه. شايفين الطاجن نضيف جدا، مش محروق ولا اي حاجه من تحت، وده عشان ما سبتوش كتير في الفرن. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. مع السلامه.